سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، صحتكم بخير، اموركم بخير. اليوم كما راكم تشوفوا راح نديرو بيتزا كاري محبوبه الجماهير. راح نديروها كما تاع زمان، هذيك اللي كنا نشروها من عند البولونجي تاع 2005. وصفه سهله وتبعوا برك الطريقه. انا في هذا الفيديو هذا راح نعطيكم طريقه تاع العجينه فقط، اما الصوص طوماط فكنا درناها شحال مختاره. عندي 2 كيلات سميد، كيلة فارينة. انا كنت كيلت بهذا بالاكواب المعياريه. عندي كما قلت لكم 2 كيلات سميد، كيلة فارينة، نص كيلة تاع الماء، 4 كيلة تاع الزيت. عندي سكر، خميره تاع الخبز وخميره الحلويات، الملح. عندي مغرفه كبيره تاع اللحظه ومغرفه تاع الخل. الماء دوك نفهمكم علاش قلت لكم نص كاس. راح ندير هنا 2 كيلات تاعي تاع السميد، بيان سور يكون اكسترا فان، يعني رقيق رقيق كامل. كيلة تاع الفارينة بيان سور لازم نغربلوها. عندي هنايا الملح تاعي نخلوه اكوتي. نديرو تانيك الخميره تاعنا. عندي هنايا مغرفه تاع الخميره، مغرفه تاع السكر، ومغرفه تاع الخميره تاع الحلوى، هي اللي حتعطيها هذيك القرماشه. ونديرو مغرفه كبيره تاع اللحظه. انا عطيتكم الكيل هذاك، نتوما تقدروا تضاعفوا على حسب على حسب يعني لا كونتيتي اللي حابين ديروها. ندير 4 كيلة تاعي تاع الزيت، وندير النص كيلة تاعي تاع الماء. علاش قلت لكم نص كيلة؟ لازم نبداو نديرو الماء بالنص كيلة. علاش؟ لانه لو كان نديرو الكيلة كومبليت راح يهرب لكم العجين. لازم نديرو نص كيلة ونعجنو، نص كيلة ونعجنو، نص كيلة ونعجنو حتى نوصلوا للقوام اللي انا حابينه. انا هنايا خدات لي 2 كيسان، يعني هذا يعتبر نص كاس، درتو 4 مرات باش وصلت للقوام اللي راني حباته. وبديت نعجن نعجن نعجن. انا كنت في الاول عجنت بالبيتخان، من بعد كملت بيدي. السر تاع البيتزا كاري اللي نديروها بالسميد هو العجين. ما كاش منها ما تعجنوهاش، باسكو لو كان ما تعجنوهاش راح تجيكم امونجابل، ما تقدروش تاكلوها. بصح كي نعجنوها تري بيان حتى يعني تولي طريه، كي نطيبوها راح تجيكم من الداخل طريه ومن برا كروسيونط. راح تجيكم هذيك فيها هذيك القرمشه، هذيك البنه، هذيك اللي تدوب في الفم، هذيك البنه تاع زمان، البيتزا تاع الصح. المهم البنات اعجنوا حتى يطيحوا كتافكم باش تخرج لكم حاجه بيان. هذه هي كما راكم تشوفوا. انا كنت عاونت روحي بالبيتخا وكملت بيدي. علاش كملت بيدي؟ باش نحس القوام تاعها وقتاش راني حنحبس، باسكو ما لازمش تاني نعجنها بزاف، ماشي اني حندير مسمن ولا نعجنوها. انا عجنتها قولوا 11 دقائق هكذاك. وهنايا كان بقالي شويه هذاك من الكاس الاخر كملته وكملت عجنت بيان سور. كما قلت لكم لازم تعجنوها تري 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 بيان. كما قلنا بالليك البيتزا كاري لازم لها العجين. بالنسبه للصوص طوماط انا كنت هنايا درتها طيب. درت 3 حبات طوماطيش ودرت لهم فص تاع الثوم وشويه ملح، فلفل كحل، وشويه بيان سور زعتره. درتها طيب فلاكوكوت واحد 10 مينوت ومن بعد رحيتها. هنا البنات نعاودو نولو العجين تاعنا. هنا مور ما عجناه نخلوه يخمر ويريح. مور ما يكون خمر لنا وريح واحد سويعه هكذاك نجو نحلو العجين تاعنا. هنا كي نجو نحلوه شوفوا البنات نلقاو العجينه تاعنا بيان ايغي مريحه. تلقاوها تفتح وحدها، ما تعذبكمش وما تجيش شغل نتوما تحلوه هي تولي نو. الا شتوها تولي معناتها مازال ما ريحتش مليح. هنا نبدا نحل في العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. شوفوا تنحل معايا فاسيلمون وما توليليش العجينه، ونقدر نرفدها فاسيلمون. شوفوا صح تجي تلصق شويه بصح عادي، هذيك هي حسابها.
هنايا راني نحل في العجينه تاعي. بون ما كنتش نحل اليس باسكو ما كنتش قادره ندخل في لاكام، دونك كنت نوريكم هكذا ابوبري. هنا ايطاليتها في سنيوه تاعي. نورمالمون هاد لا كونتيتي تخرج لكم زوج سنيوات، انا درتها في سنيوه وحده باسكو نحبها تجي شويه خشينه. دونك الا حبيتوها هذيك الرقيقه رقيقه رقيقه ديروها كيما قلت لكم. الا حبيتوها رقيقه تخرج لكم زوج سنيوات، ولا حبيتوها خشينه تخرج لكم سنيوه وحده. هايك لا صوص طوماط تاعي البنات. شوفوا شحال كيفاش تجي هايله خاطره تجي بنينه. المهم البنات قلت لك كيما كنا درنا شحال مختاره لا صوص طوماط، دونك ما حبيتش نزيد نعاودها. قلت نوري لكم برك نقول لكم برك هكذا ابوبري. دونك كيما قلت لكم طوماطيش توم ملح فلفل كحل شويه زيت وخليتهم في لاكوكوط. كي طابت وقريب تتجمر نحيتها ورحيتها. انا رحيتها باسكو اللي عندي ما ياكلوش طوماطيش كي تكون هكذاك ماشي مرحيه. هي من الاحسن انكم ما ترحوش لاصوص طوماط، تخلوها هكذاك وتبقى اذواق. بيان سور درت لها شويه زعتره، وبيان سور كي نقولوا بيتزا كاري لازم زيتون الكحل. هذه ما نقدروش نستغناو عليها. هنايا درت لها الزيتون الكحل، درت لها لي زونشوا، درت لها لي بوافرون روج. بيان سور انا بيسك درت لي زونشوا وكامل درت البوافرون روج. دونك نتوما ولا ما درتوهمش تقدروا ديروا الفيغ عادي. انا درت الروج باش نقص شويه كيما نقولوا الملوحه تاع لي زونشوا. كيما نعرفوا البوافرون روج يجي فيه شويه الحلاوه ماشي كيما البوافرون فيغ. نورمالمون كنت عارفه هاد الامور. ودرت لهم هادوما لي كابرز، ما باليش واش نسموهم بالفرنسي عباك. كيما سيت نتفكر نسيت انا اصلا ما نقول لهمش كاع اسمهم. دونك جو سي با كيما سيت نتفكر لي كابر سي با ان تروك كوم سا، ولا ما على باليش واش يسموهم. بصح بالعربيه كي حوست لقيت مكتوب كيبرز عفسه هكذا. المهم ودرت بيان سور لي زونشوا. انا توجور لي زونشوا ندير تاع فريشلي هاد لا مارك. يجو شغل تقول يعني ماشي مالحين بزاف، ويجو هكذا يبرقوا ما يجوش فيهم هذيك الكحوليه. انا كي يكونوا فيهم هذيك الكحوليه ما نقدرش ناكلهم، ما يهرب خاطري منهم. وبيان سور كيما قلت لكم درت لهم البوافرون روج. نتوما ديروش حبيتو. بالنسبه للطون والمعدنوس وزيت زيتون مور ما طيب ماشي دوكا. كي طيب ندير لهم دوكا البنات. الغلطه اللي الناس يديروها يروحوا يدخلوها الفوغ دوكا. نو، البيتزا كاري لازم مور ما نوجدوها هكذا نخلوها 25 دقيقه تعاود تخمر. كي تخمر وتطلع تما نطيبوها. هايلك هنا البنات بعد ما خمرت لي ندخلها الفوغ على 180 درجه شاعل من الفوق ومن التحت. موراها ندير نكمل لا غارنيتور تاعي. انا هنا ما على باليش وين راح لي هذاك الفيديو تاع زيت زيتون، ما درته مرتين بصح ما على باليش كاع وين راح. المهم درت لها الثوم وزيت زيتون والمعدنوس. هاوليك المعدنوس بيان سور كي ما كاش بيتزا كاري بلا معدنوس. نورمالمون هذا ما كانوش درت فيها هذا ما كان. وبيان سور تقدروا ديروا فيها الفورمات. انا البيتزا كاري ما نديرش فيها الفورمات صراحه. نحس الفورمات في البيتزا كاري حاجه خطا. بيان سور تبقى اذواق. وهاي لك البيتزا تاعي البنات. شوفوا كيفاش راهي تقطع وحدها تجي طريه من الفوق ومقرمشه من التحت. صراحه بنه. تحبوا تزيدوا لها المايونيز، انا ما نديرش المايونيز. هذه الحاجه كما قلت لكم اذواق، كل واحد يدير كما يحب. وان شاء الله عفوا تجربوا الوصفه. وما تنساوش تدعموني وتدعموا القناه وتابونيوني
في التيك توك. شوفوا البيتزا تاعنا البنات تشهيتكم في الجنة. ما تنسوش البنات كما قلت لكم تدعموا القناة، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو احسن بحول الله. ومن هذاك الوقت البنات ما بقى لي غير نقول لكم تبقى على خير.